ونقطة تحسب لهذا المدرب احترامه لوسائل الإعلام المحلية اللي خصص لهم مساحة كاملة بمجرد وصوله إلى المغرب. كابتن جمال، أعتقد أن تشخيص الواقع بعد نهاية أي مشوار هي نقطة أيضا كنت تحث عليها دائما في بعد خروج العرب جميعا، وقلت لازم ما نبنوا لما هو قادم. اليوم يبدو أن في المغرب العمل انطلق فعليا. أشار إلى نقطة مهمة رضوان جيد في تصريحاته التي عرضت أيضا في أسئلة محمد وهبي راح معي إلى الجيدة. محمد وهبي أشار إلى نقطة مهمة في تصريحاته وأيضا في أسئلة الصحفيين. قال ما نبيش يكون التركيز على مباراة فرنسا، لدينا عدة أبعاد، لدينا عدة مباريات كبيرة، وأشار إلى ضرورة استمرارية المشروع. أشوف عنده الحق، يعني مباراة فرنسا ما تقدرش تكون هي مرجع يعني بالنسبة ليه ولا يبني عليها، لأنه المفروض يبدأ منها، من يعني راح تكون انطلاقة مرة ثانية منها، يعني ما لازمش يعني ترجع لها وتبقى غارق فيها، لأنك قال كلمة مليحة، الفوارق فنية ظاهرة، ما تكذبش على نفسك، يعني ما تقدرش تلوم، يعني أنت أكيد هذه ظاهرة الأعيان، يعني حتى لو تقول لي شفنا السوء تاع فرنسا أمس، السوء تاع فرنسا أمس كان راجع لقوة إسبانيا، ما كانش راجع يعني الضعف المنتخب المغربي، لازم نكونوا واقعيين. انا وش هضر هو راني معاه يعني، وانا نشاطره في الراي في كل ما قال صراحه، يعني تبعت وش هضر وشاطره في الراي، وخاصه انه يعني كان خاطبهم بطريقه مباشره، يعني بدون لغه خشب، قال انه قال راه حتى اللاعبين راه اللي جونا صحيح هم نجوم في فرقهم، لكن ليس بنفس الاسماء المتاحه في المنتخبات الاوروبيه، وقال بدوافع انه هو جاي بدافع انه هو بيساعد المنتخب بلاده. ايضا هذه الواقع وهذه الوضعيه نشوفها في الجزائر، في تونس وغيرها من شوف هذا المدرب، يعني مدرب المنتخب المغربي كان مدرب في الفئات الشبانيه الشباب، يعني مشروعه عنده بزاف من اللي بدا لي، هذا يتكلم يعني بثقه. المشروع تاعو ما بداش الان، المشروع تاعو بداه يعني من سنوات انا نتوقع، وكان هذا هو طموحه، ونتوقع انه كانوا مهيئينه يعني نوعا ما. نشوف انه زي ما قلت في المره الاولى، يعني المدرب هذا يعني ما لازمش نظلموه ونربطوه بنصف النهائي تاع كاس العالم الاخيره، ربع نهائي يعني يعتبر ايجابي بالنسبه لي، لانه خاصه لانه واجه فرنسا، ونقولوا برافو يعطيك الصحه. انا الشخصيه نحب شخصيه مثل هذه. طيب يعطيك الصحه. كابتن طارق، أعتقد أن المشروع اللي تكلم عليه في ضغط وريسك عالي. لماذا؟ اليوم راهو في ناس تقول لك من المفترض أن تكون المغرب في أدوار أبعد من اللي وصلت له، خصوصا أنها دولة مستضيفة. أيضا زيدك نقطة أخرى، هناك عمل كبير تقوم به المغرب في هذه الأثناء ومنذ مدة، والجامعة التونسية وعلى صعيد السلطة الملكية، بأن يكون أيضا النهائي في المغرب، نهائي المونديال، وهذه مساعي رأي كبيرة، وأعتقد أن في بعض الدول انسحبت من هذا الرهان نظرا لجدية المغاربة وكذلك قدرتهم على الإقناع. إن شاء الله ان شاء الله يكون النهائي، لكن نبو كاس المونديال ساعه. خلينا نبداو ساعه بالامنيات انه نهائي المونديال 2030 تحتضنه المغرب، هذا اولا. اثنين، على مستوى الاصل، لو كنا في الشكل نحن على مستوى الاصل، جميل جدا انه يكون عندك هذه الثقه، مهم جدا انك تبني ثقه جماهيريه حتى لو كانت سلط عليك ضغط ايجابي فائق. مهم جدا انه تزرع الثقه انه راهو طموحي مغربي جزائري تونسي عربي اني نكون في نصف النهائي المونديالي. راهو نحكيو على احلام كانت في باب المستحيلات. في باب المستحيل كان يكون عندنا لاعب متوج بشامبيونز ليج الاوروبي، او موجود في بطل انجلترا وبطل فرنسا وبطل هولندا وبطل ايطاليا. مهم جدا انه الشعور العربي بابنائه وبمدربيه وبالمشروع المنتخبي الرياضي على اختلاف الدول انه يرتقي، من مجرد انه يكون في كاس العالم، من مجرد انه يشارك في كاس العالم، من مجرد انه نحصد عائدات كاس العالم، من مجرد انه نخرج من دوري المجموعات، من مجرد انه نقدم مباراة مهمة من منتخب فرنسي او هولندي او اسباني او كذا. فحجم الثقة برغم انها تزرع لك ضغط متزايد، لكن مهمة جدا باش انك تطور من مشروعك عبر تطوير حلمك اللي يولي حقيقة، وان شاء الله نوصلوا الى تطبيق هذه الاحلام الى حقيقة. بنظرة صحفية الكلام اللي كنا نحكوا فيه رد عليه وهبي وما تعبناش.
الجانب الايجابي هو انه وهبي بعد العوده من الولايات المتحده الامريكيه قرر ان ينظم ندوه صحفيه للتواصل مع وسائل الاعلام ومن خلالهم مع يعني الجمهور المنتخب المغربي. هذه نقطه ايجابيه يعني تحسب له، صحيح تحسب له انه مستوى التنظيم يعني صحيح. هذه نقطه ايجابيه جدا لانه مهم ان تتواصل، مهم ان تجيب على العديد يعني من الاسئله وتلقي اضاءات على ما حدث وعلى ما سياتي. فهو يعني تحدث على مسار المنتخب المغربي. صحيح لا يمكن ان نختزل يعني مشاركه المنتخب المغربي في مباراه فرنسا وننسى أننا وصلنا إلى الدور، وننسى أننا تفوقنا على هولندا وحرجنا البرازيل. تفوقنا على هولندا وكنت مع مباراة كبيرة مع البرازيل، وأيضا أنك الوحيد اللي واجه 3 منتخبات مصنفة ضمن العشرة الأوائل. طبعا حال تدبير المباريات يختلف. بعض القراءات يمكن أن يخطئ فيها المدرب، بعض القراءات يمكن أن تكون صحيحة ولكن الأدوات لا تسعف يعني في بعض الأحيان. الجانب الآخر أيضا أنه الطموح يعني دائما مشروع، ولكن ايضا يجب ان يكون بشكل عقلاني. لان اليوم كنتكلموا على اسبانيا كم عدد المرات التي لعبت فيها الدور نصف النهائي؟ مرتين فقط في موسم سنه 2010 حينما توجت، واليوم يعني ايضا للمره الثانيه كتلعب نصف النهائي وتتفوق فيه. نتكلموا على كره قدم اسبانيا احتراف يعني بالسنوات طويله جدا، ريال مدريد، البارسا، تكوين، نوعيه المدربين وما الى ذلك. اذا يجب ايضا ان نرسم احلامنا ايضا بشكل عقلاني حتى لا تتحول في بعض الأحيان إلى أوهام. وأيضا حتى الجمهور أيضا يجب أن واحد الفئات من الجمهور أيضا يجب أن تكون لها أيضا العقلانية أيضا في التحليل، لأنه الربع النهائي مهم جدا، الطموح يعني كبير جدا. أن نبقى في هذا المركز يعني أمر مطلوب. نصل نصف النهائي لما لا؟ طيب تراهن بعد سنوات على اللقب لما لا؟ ولكن أيضا يجب أن نكون واقعيين وعقلانيين. أعتقد أن هذا المحور راح ناخذ فيه باختصار اللي هو المحور الأخير اللي هو القرارات المنتظرة، وبنمشي معك كابتن طارق. لماذا؟ لأننا نتكلم على جوانب قانونية. صح. الفيفا تؤجل العقوبات. هناك من يرى أنها قد تكون قاسية على العرب ونحتاج إلى تفسيرات. كيف تشوف لهذه الوضعية؟ وخصوصا الفيفا هددت أو لوحت في أكثر من مناسبة ومن خلال تصريحات صحفية أنها لن تتهاون مع من صرح ضد التحكيم. والله ما زلنا سمعنا ديشان. ما نعرفش ديشان يدخل في تحذير الفيفا والا يستثنى من تحذير الفيفا. هذا اجدد تصريح. هذا اجدد تصريح ما لهوش ساعات. خليني نرجع لك من بعد على انه العربي عامه لازم يكون متميز ضارب 5 باش يحكم مباراه، او باش يكون في فريق ما، او باش يكون لسان دفاع او خلينا نرجع للعنوان نتاعك. الفيفا تؤجل عقوبات المونديال. هل انه امر عادي ام امر استثنائي؟ امر عادي جدا في كل المسابقات الاقليميه والدوليه، طالما انه ما ثماش ظرف الاستعجال، يعني ورقه حمراء سيشارك في نصف نهائي، مدرب صرح او كذا عنده نهائي او نصف نهائي. طالما نحن في غياب صبغه الاستعجال، من العادي جدا ان تؤجل العقوبات. هذا واحد. 2 على مستوى الذوق الإجرائي، هذا الطبيعي. 3 إذا كان نربطوا تأجيل العقوبات بالمنحى العربي، وهو ما حصل بين مباراة المنتخب المصري والمنتخب الأرجنتيني في تصرف أو في تصريحات كابتن المنتخب المصري حسام حسن. نعتقد أنه بصبغة موضوعية وبصبغة شخصية وبصبغة موضوعية أكثر من الشخصية. لا أجد مبررا يمكن أنه يتناسب بين الشرح أو التوضيح أو النقد أو الامتعاء، أنه هذا يبوب في باب المجال التأديبي. يعني كي نرجعوا لما قام به هو عبر دون أن يتجاوز، هو عبر دون أن يسيء، هو عبر دون أن يدفع أو يشتم أو فباب المؤاخذة التأديبية في حد ذاته وين ينجم يكون موجود. نختم لك القاعدة الأصولية في المجال القانوني التأديبي أنه نقولوا الإحالة بشبهة والحكم بيقين. يعني لو في حاجة يلا حيلوا، لكن الحكم يجب أن يكون حكما بيقين. هل يقين الحكم التأديبي لمجرد أن يعبر على رأي أو قلت أو ساند قضية فضلة أسمى بالنسبة لكل عربي، بالنسبة لكل مسلم، اسمها القضية الفلسطينية؟ هل يعد هذا في باب موجب للتأديب؟ هذا باب موجب للفخر. الفيفا أقر أن هذا العلم ضمن أعضائها المتواجدين في الكونغرس أو الجمعية العمومية، وهذا اعتراف أن هذا الموضوع ليس جزئية. أيضا نقطة التصريحات، أعتقد خير رد بدأ به الكابتن طارق، قال أعتقد أن مدرب فرنسا قبل
ساعات معدودة صرح بتصريحات مشابهة أنقص من قيمة الحكم وشكك أيضا في قصة التأييد. كابتن جمال، تتوقع تصير فروقات في اتخاذ القرارات من ناحية العقوبات وانت لاعب عشت هذه الظروف؟ والله مؤيد من جهة ما يهمنيش أنا التأجيل تاعهم هذا، ما نحبش نخوض فيه. تعرف علاش؟ لأنه كان أولى تأجيل عقوبة اللاعب الأمريكي بالبطاقة الحمراء اللي شالوها، هذه أولى بالتأجيل. علاش هذيك القرار كان